السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين إيه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهاردة، مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهاردة في حلقة جديدة وسؤال اكيد ناس كتير من اللي تسمعني سألته نفسها قبل كده او بتسأله او هتسأله: اعرف ازاي يا دكتور ان التسوس الموجود عندي في السن او الضرس وصل لعصب؟ عايز اقول لك عشان تريح نفسك في الموضوع ده، محدش هيعرفه ويجزم فيه 100% الا الدكتور. لان انت ايه، دايما هيختلط عليك الامر بين ده وحشو عادي. باكل حاجات مسكره بيوجعني، ما بين بشرب حاجات بارده بتوجعني، ما بين حاجات زي كده. فانت ايه، مش هتعرف تحدد بالظبط. دكتور السنان هو اللي يعرف ايه، يقول لك القرار الفيصل في ان الحته دي ان هو وصل للعصب ولا لا. يعني هو هل خلاص هيحتاج حشو عصب ولا ممكن تحشيه حشو عادي. طب بس انت في بعض الاعراض ممكن تتبعها قدامك عشان تعرف ايه اذا كان الموضوع فعلا محتاج حشو عصب ولا ايه. اول عرض تعرف ان هو وصل في الضرس ان هو عايز يتحشى عصب مش حشو عادي. اول حاجة انك تحس ان في الم في الضرس لما يحصل عليه اي ضغط. اي ضغط كده تيجي تمضغ عليه حاجة زي كده مش عارف ايه، تبص تلاقي نفسك ايه، في الم. يبقى كده اعرف ان اول عرض ده وصلك لحشو عصب. تاني عرض عندي حساسية السنان للحاجات الساقعة والحاجات السخنة. أي حاجة ساقعة وسخنة على حد سواء، تبص تلاقي إيه، تحس كده السنة كأن فيها رعشة، فيها حاجة زي كده. اعرف برضو إن ده من الأعراض اللي ممكن توصل السنة لعصب. تالت عرض عندي وهو تغير لون السنة، تبدأ تلاقي السنة بدأت أو الضرس يغمق كده شكله، فاعرف إن إيه، إن بيبدأ إن في جزء ساعات خاصة في الحالات دي بيكون البلب مات أصلا السنة وبيحصل تآكل ليه. فبتبص تلاقي السنة بدأ ايه، يبقى لونها غامق. ده العرض التالت. العرض الرابع والأخير هو إن بتلاقي السن اللثة حوالين الضرس المصاب ده، بتبص تلاقي بدأت يحصل لها احتقان وتورم كده والتهابات حواليها. فده كل يعني أعراض تشير إلى إن الضرس محتاج حشو عصب مش عادي. والف وارجع اقول لك في الاخر لازم ترجع لدكتور السنان، هو اللي هيقول لك الفيصل. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.